بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي الغاليات، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ بناتي حياتي. اليوم جيتكم بوصفة خبز بنين بزاف وخفيف كيما القطن، إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا على بركة الله. نحتاج لتحضير الوصفة نتاعنا كاس ماء يكون دافي، نصف ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، ونصف ملعقة صغيرة هريسة. الهريسة هذه اختيارية، اللي ما يبغيهاش يستغنى عليها. ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة سكر، نخلطوهم مع بعضهم مليح. نزيد لها كاس شاي زيت، وملعقة صغيرة زعتر، حبة بيض، وسنة ثوم، نخلطهم كامل مع بعضهم هكا. نزيد لها 500 غرام فرينة نكون غربلتها، وربع ملعقة كبيرة ملح، ونلمو العجينة تاعنا. انا هنا استعملت فرينة سفينة بأمانة، ما شربتليش بزاف في الماء، زدت لها غير شوية. انتيا شوفي على حساب ديري كاس وشوفي على حساب الفرينة تاعك. انا هنا زدت لها غير شوية ماء، ونلموها. لازم تحصلوا على عجينة تكون طرية تتلاصق في اليد هكا. نغطيها ونخليها تخمر للمرة الأولى. بعد ما خمرت لي المرة الأولى نكسر العجينة تاعي هكا، ونعاود نغطيها ونخليها تخمر للمرة الثانية. المرحلة هذه مهمة بزاف. بعد ما خمرت لي العجينة تاعي المرة الثانية نديغازيها، نخرج منها الهواء هكا. نقسمها إلى 4 أجزاء. هنايا إلا حبيتي تخليها ديريها خبزة كبيرة تقدري تخليها ديريها خبزة كبيرة، حبيتي ديريها خبيزات كبار، حبيتي ديريها خبيزات أكثر أصغر من هذو. انتي هنا ديري كيما حبيتي، انا عطيت لك الوصفه وانتي شكليها كيما حبيتي هكا. انا شكلت هكا 4 خبزات متوسطين هكا. حلو العجينه تاعنا بسمك ما يكونش رقيق وما يكونش خشن بزاف، انه العجينه تاعنا حتزيد تطلع هكا. بعد ما نكمل العجينه تاعي كامل نديرها في صينيه تكون مفرشه بورق الطهي، ونغطيها ونخليها حوالي 10 دقائق تزيد تطلع شويه هكا. بعد ما ريحت الخبزات تاعي يريحوا ندهنهم بصفار بيض. انا درت له شويه قهوه وشويه خل، تقدري تعوضيها بالحليب، ديري شي حليب كما حبيتي. ندهنوا الخبزات تاعنا كامل هكا. انا درت لهم هنا شويه زيتون ايفيلي، وزينتهم شويه جرجلان وسينوج. وانا التزيين يعود ليك ثاني، زيني كما حبيتي، ديري الزرارع اللي عندك. تقدري ديري حبة حلاوة، تقدري ديري بذور بذور الخشخاش، حبي اللي عندك تحبي ديريهم. انا درت سينوج والجلجلان هكا. وندخلوها الفرن يكون مسخن من قبل على درجة حرارة 200 درجة، يطيب من التحت ونزيدو نخليوه يطيب من فوق ونخرجوه. هذا هو الخبز تاعي جا ما شاء الله. خليوه يبرد شويه.
الخبزة ما شاء الله خفيف كيما القطن بنين وعنده واحد النكهة ما شاء الله، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. واذا عجبكم الفيديو خليوا لي جيم كومنتير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وانا ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.